السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة ومباراة برشلونة وأوساسونا اللي بتنتهي بفوز برشلونة، فوز صعب على أوساسونا في آخر الدقايق. المباراة بتنتهي بس كده يعني بطريقة، والحمد لله إنها انتهت وربنا ستر وقضى. المباراة بتبدأ كانت بشكل في أول 5 دقايق جول لأوساسونا، وكان المفروض في فاول الحكم ما حسبوش، ما معرفش ليه. آه، خد ان الكرة برضو كده، اول فاول يمكن يعمله ليفاندوسكي وراح انذار على طول. دي برضو فيها، هو انا خدت بالي طول المباراه بيدي انذارات بيدي انذارات، لكن هي مش اول مره يطلب حد من برشلونه. قبل كده طرد ميسي وقبل كده طرد نيمار، فهي مش اول مره بدايه مهاجمين فالموضوع ده. بس هو انا شايف اول انذار ليه ما كانش مستحق قوي. يعني الكرة التانية كان فيها انذار، معاك. لكن اول كرة اصلا ما كانتش، وهي اول لعبة حتى مفيهاش تحذير قبلها بانذار على طول. ده اول مباراة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، برشلونة بدأ الماتش اول 10 دقايق وخسران 1-0. يجي بعدها الطرد بتاع ليفاندوسكي، وانا برضو مستغرب على ليفاندوسكي. هو انت عارف انك واخد انذار، والحكم بيتلكك في حوار الانذارات ده ومستقصدك مثلا، فخلاص يعني ملهاش لازمه الكوره اللي انت عملتها في الانذار التاني تخليك تطرد. صعبت المباراه اكتر ما هي صعبه، وانت بدأ انت خسران، فالموضوع ما كانش ناقص. ليفاندوسكي بيخرج، برشلونه تلعب 10 لعيبه، طبعا بتحاول انها تلعب في نفس الريتم. طبعا يعني هو اصلا برشلونه ما جاتش الماتش اول 10 دقايق، يعني خدت بتاع ربع ساعه كده بتستوعب بيحصل ايه في المباراه، لغايه لما تبدا تدخل في المباراه. طبعا ما دخلتش هي كامله العدد، فبالتالي مش بنفس الشكل كان مطلوب ان تدخل بيه في الحالات العاديه. بعد الطرد طبعا برشلونه، وده كان احسن ليها ان هي ترجع، يعني تحاول ما تغامرش او تحاول تلعب بريتم من قدام، قصدي لعب عالي جدا، وتلعب منطقه قدام وتسيب المساحات اللي وراك دي كتير. خصوصا الدفاع اللي عندك تلعب ماركوس الونسو برده مش قد كده. معاك بوسكيتس طبعا، ده كارثه ومصيبه مصيبه فعلا. يعني ربنا يهديه كده وايه، ويعمل زي بيكيه وخلينا نرتاح. خلينا نرتاح عشان تعبنا. شكله تشافي مش عايز يقعده. فالمهم هي برشلونه بدات تلعب، بتحاول ترجع لورا علشان يعني بتاخد، يعني بتلعب على مرتدات اكتر. ده اللي خدنا بالنا منه بالذات بعد كمان ما برشلونه جابت الهدف التعادل في اول الشوط الثاني. فبقيت طبعا مرتدات اكتر، مش شايف ان هي بناخد الكوره بس مش بنعمل بيها حاجه خطوره كبيره، علشان احنا خايفين. دي كانت فعلا اكتر حاجه مخوفاني او قلقان، ان احنا نبقى مركزين عايزين نجيب هدف تعادل، ما نعرفش نجيب هدف التعادل ويخش فينا جون تاني بسبب الكوارث اللي معانا ورا، ومفيش دفاع وبوسكيتس وحاجات كده، في بلاوي زرقاء ورا. فانا مستحسن ده اللي حصل، انها يا عم لا، حاول ترجع وتسيبها بالكوره، مش عارف اعمل حاجه كتير بالكوره. كان في خطوره، لكن الدفاع بيطلع فيه، يعني الدفاع كان بيوقف صح عشان عندك زياده عدديه لحد ما في المنطقه اللي ورا، وكان في كوره ربنا بيسترها فيها وتعدي. اشتكي بياخد باله من كور، يعني في كوره الواد اللي لعبها من بعيد كده، اخد لي باله ان شتيجن كان طالع، كنا بعد ما اتعادلنا فلعبها. كان شتيجن كان بعيد عن المرمى بتاعته، رجع في لحظتين وعمل تراي وطلعها. كانت كوره الواحد، يعني في كام كوره كده، يعني اللي هم الحمد لله عدوا على خير، ربنا ستر. ديونج عجبني جدا. ديونج كان الصراحة شايل الحتة ونص الملعب بتاعك، كان بيعرف يطلع بالكورة، بيطلع الفرقة لقدام في الكور المرتدات اللي احنا مكناش عارفين نعملها برضو بشكل كويس. يعني احنا رجعنا لورا وبقينا نحاول ما نطلعش وندافع قدام قوي عشان ما نسيبش مساحات ورانا، لكن مكناش عارفين نستغل الكورة المرتدة احسن استغلال، او مش عارفين برضو نطلع بالكورة صح. يعني نروح الكورة قدام بعد كده مش عارفين نعمل ايه، نرجع لورا. فيران توريس، ديمبلي بياخد الكرة يجري بيها في الاخر، يحنكش اي حنكشه كده ويطلعها لي بره، ياخدها في رجل حد منهم وياخدوها وترجع لنا تاني الكوره. فلا، بس ديونج الصراحه كان شابوه. كملوا اكتر بالاسيست اللي عمله في اخر المباراه لرافينيا، يعني دواء. وكمان رافينيا حطها زي ما قلنا، يعني حاجه كانت روعه. بس انا بقى مستغرب من حاجات تانية. تشافي بوسكيتس بيلعب بيه اساسي، بيلعب بيه لغايه اخر الماتش اساسي. انا عارف ان كريستنسن في الاخر طلع مصاب، كريستنسن ده. آه رافينيا ما بيلعبش ليه؟ رافينيا ما بيلعبش ليه؟ رافينيا اللي في المباراه اللي فاتت والمباراه دي، وكل ما بينزل بيعمل لك خطوره وبيصنع خطوره، وفي ماتشات ومباريات حاسمه واهداف بتبقى مؤثره معاك في المباراه. سواء الهدف الماتش اللي قبل اللي فات كان لما ليفاندوسكي جاب مكسب في اخر دقيقه، كان ماتش فالنسيا اعتقد، كسبنا 1-0 في اخر دقيقه، اخر دقيقتين في المباراه. رافينيا نزل عمل اسيست، يعني خلص بيه الماتش، الكره الليفا في اخر المباراه وحطها.
والنهارده نفس الكلام، ركنه ينزل في اخر 10 دقايق يجيب الجون التاني. المهاره هي حاجه لقطه فرديه ملهاش دعوه باي حاجه، انت رايح وخلاص اتحركت، ديونج لعبها له بيحطها براسه لوب، يعني خلاص لعيب برازيلي واسمر فعلا. جاب الجون التاني خلاص. يعني هو بيريحك يعني الماتشات دي هي اللي بتحسب الدوري في الاخر، لما تكون وحش والماتش بيبقى صعب وبتكسب، ده اللي بيحسب الدوري، وده اللي بيخليك مؤهل انك تكسب الدوري. دي الماتشات الصغيره والحاجات دي هي اللي بتفرق معاك بعد كده. فرق الوقت بيكون بسبب الماتشات دي، فوق مواجهات مباشر مش دايما بتأثر. وده اللي اهو، ده اللي شفناه، وشفنا السنه اللي فاتت برضه اللي حصل، ريال كسب ماتش، برشلونه كسب ماتش، ريال خد الدوري السنه اللي فاتت، مالهاش دعوه. فممكن برضه تعمل نفس القصه دي الموسم ده، على الاقل ممكن تتعادل الماتش اللي جاي عندك في كامب نو، او تكسبه طبعا ان شاء الله يعني. فمش دي ده قصدي الحاجات المهمه، وده اللي بيفرق في المباراه، ده اللي بيفرق قصدي في الدوري وترتيب الدوري، واللي بيكسب بطوله الدوري اللي عايز نفس طويل، عايزاك وانت وحش او مش انت وانت مش في احسن حاله ليك تكسب، عشان ده اللي بيفرقك عن بقيه الفرق انك تكسب الدوري. طيب ما عن الكلام الكتير وعن اللي حصل في المباراه وبس، مش عايز اقول اكتر من ان في قرارات كتيرة وحاجات كتيرة مش عجباني طبعا لسه في برشلونة. تشافي عنده تعنتات وعنده يعني عنيد في حاجات غريبة، هو معرفش، هو مش بيشوف يعني ولا ايه، انا مش فاهم. ديمبلي بيدمبل خالص يعني، بيجيله الكورة معرفش بيعمل تصرفات غريبة، هي بيفرق في ان هو ياخد الكورة ويطلع بيها بعد كده في اي تصرفات والحاجات المهمة وماتشات الحاسمة ليك مش بتلاقيه، بيختفي ويضيع عليك كمان كور. ده ديمبلي. في عكس بقى رافينيا اللي بينزل بيصنع لك الفارق، بيخليك تكسب ماتش مهم، مكسب صعب، بيخليك تفرق عن عن ريال مدريد اكتر، انك تخش فترة كاس العالم دي وانت متأهل، قصدي وانت مصدر الليجا بفرق نقطتين، يعني لو كسب يعني ريال مدريد بكرة او بفرق 4 نقط كمان. مش عايز كلام كتير بقى عن القصص دي. المهم يعني المباراة الحمد لله بتعدي على خير وبتنتهي، وبرشلونة بنقدر نكسب وياخد 3 نقط بيفرق فيهم عن في جدول الدوري، طبعا بيبقى 5 في انتظار مكسب أو تعادل أو تعثر ريال مدريد، سواء حتى في مكسبه، فإذا برشلونة برضو فارقة بنقطتين وهي الأول. وده كان بس كده كلام سريع في عجالة، ولسه لينا كلام كتير عن برشلونة الفترة الجاية، وعن أحوال تشافي وعن شكل الفرقة مع تشافي. خلينا نشوفه بقى في الفترة الجاية. ويلا بس متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة، تعملوا كومنت وتشوفوا لنا رأيكم كده في التعليقات. ويلا بينا، السلام عليكم.